كم مرة حاولت ان انت تتعلم اي لغة زي الانجليزي او الفرنساوي او الالماني وللاسف في الاخر معرفتش؟ انا النهاردة صديقي جاي اقول لك على سر انك ازاي تتعلم اي لغة. لو ما تعرفنيش، انا يوسف علاء، صاحب قناة البوصلة، القناة اللي معمولة عشان توجهك في حياتك، وعندي فريق قوي جدا للتسويق على السوشيال ميديا. فلو مهتم هسيب لك طرق التواصل وحاجات تانية كتير في وصف الفيديو دوت. انا البوصلة وجاي اوجهك في طريقك، ويلا نبدأ الفيديو. في البداية يا صديقي لازم تعرف ان طرق تعلم اللغات كتيرة جدا، يعني مفيش طريقة واحدة عشان تتعلم اللغة. يعني الطريقة اللي تنفع معايا بنسبة كبيرة مش هتنفع معاك. واحنا في اللغات قسمناهم لتايبس اوف ليرنرز او انواع المتعلمين. ولازم تعرف يا صديقي حاجة مهمة جدا، وهو ان احنا شخصياتنا في الحياة مختلفة، فبالتالي الطرق اللي بنتعلم بيها مختلفة. وقيس دوت على اي حاجة في الحياة. فعشان تعرف الطريقة الصح اللي تقدر تتعلم بيها، فانت لازم في الاول تعرف شخصيتك او نوع الطريقة اللي انت بتتعلم بيها. على سبيل المثال ان في ناس مثلا بتحب تتعلم عن طريق القرايه، وفي ناس بتحب تتعلم عن طريق الكتابه، وكمان في ناس بتتعلم عن طريق ان حد يشرح لهم او ان هم يتكلموا عن الموضوع اللي هم عايزين يتعلموه، وغيرها كتير جدا من الطرق. فلو صعب عليك ان انت تقدر تحدد الطريقه اللي بتتعلم بيها، سيب لك اشهر الانواع في وصف الفيديو دوت، ادخل بص عليهم وانا متاكد ان انت هتلاقي نوع شخصيتك. فلو انت قدرت ان انت تحدد نوع شخصيتك فانت كده عديت 70% من الطريق. طيب ايه المرحله الثانيه؟ انا اقول لك على جدول يا صديقي، لو قدرت ان انت تنتظم بيه في اقل من سنه هتقدر ان انت تتقن اللغه ديت. والجدول يا صديقي عباره عن ساعه كل يوم تتعلم فيها اللغه ديت، وهنقسم الساعه ديت لثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي الكلمات، تاني حاجة الجرامر، تالت حاجة الممارسة، وديت أهم حاجة. أول حاجة هتدي 20 دقيقة للكلمات، وحاول إن أنت تجيب كتاب في أهم الكلمات اللي بنستخدمها في اللغة ديت، وكل يوم في ال 20 دقيقة ديت هتحاول على الأقل إن أنت تحفظ 10 كلمات. تاني 20 دقيقة وهي للجرامر، كل يوم حاول إن أنت تحفظ قاعدة واحدة بس، ونفس الكلام حاول تجيب كتاب في أهم القواعد اللي بنستخدمها في اللغة ديت. وتالت 20 دقيقة وهي أهم حاجة وهي الممارسة، حاول إن أنت تمارس اللغة عن طريق إن أنت تقرأ كتاب أو تشوف فيلم أو تتكلم مع حد متقن للغة ديت. اوعى تهمل حته الممارسه لان ديت اهم نقطه. ومش معنى صديقي ان انا بقول لك ساعه فهي لازم ساعه بس في اليوم. لو انت عندك وقت فاضي اكتر حاول ان انت تستغله في تعلم اللغه ديت. وكل ما زودت عدد ساعات تعلم اللغه في اليوم كل ما قلت المده اللي تقدر تتعلم فيها اللغه ديت. لكن مهما حصل يا صديقي اوعى تقلل عن الساعه، تزود ماشي لكن تقلل لا. وانا اوعدك يا صديقي لو انت التزمت بالجدول دوت في اقل من سنه هتتقن اللغه ديت. مهما كانت صعوبه اللغه ديت فانت هتقدر تتعلمها. لو استفدت من الفيديو دوت يا صديقي حاول ان انت تشارك الفيديو دوت مع اي حد تعرفه وما تبقاش بخيل. انا البوصله وجاي اوجهك في طريقك، وسلام يا صديقي.